مكمنات السلام عليكم. اليوم ندير معكم تحلية عصير الفلو. نحتاجو بنان، الشكل كتبقى اختيار. نحتاجو قرفة، نحتاجو تانيتا، نحتاجو حليب لترو 1/5 من الحليب أو 2/5 من الحليب حسب عدد أسرة. ونحتاج نفلو بنكهة ديال البنان. أول حاجة ندير غنطحن بنان مع حليب في آلة مونينيكس. غتشوفو معايا كما كتشوفو معايا. درت دابا البنان ودرت دابا حليب. دابا غنطحن كل جيدا. دابا ضفت ليه ثالثة وطحنتو مرة أخرى. دابا غتشوفو معايا أشنو غندير. بالنسبة هنا ضفت داك الحليب اللي طحنت مع بنان ومع ثالثة. دابا راه غنضيف ليه النكهة ديال الفلو. غنبقى نحرك تاني يكون غليان كما كتشوفو معايا. دابا بقى نحركو كما قلت لكم وغنشوفو معايا النتيجة. اما دابا راه طفيناه مبقاش طاب. غنخليه دابا يبرد وعاد غنصبو في الكيتان وغنشوفو معايا الطريقة كما كتشوفو. دابا انا خويت داكشي اللي طيبته في الكاطورة. دابا خويتو في التنافة وانا في كيتان غادي يكون كلشي بدات نفس لابا. دابا بقى ليا التزيين. دابا البنانة قطعتو بالدوائر كما كتشوفو. قطعت دابا البنانة بالدوائر. كاينه قرفة كاينه سنيدة. غناخد كاطرونة غندير فيها بنان، نصف معلقة من القرفة، نصف معلقة سنيدة. هنايا كتبقى حسب الذوق كما كتشوفو. انا دابا درت التزيين بنان. المشكل درت فيها القرفة. المهم كتبقى اختيار ديروها شوية يعني ما كاملة معلقة اي شي شوية حسب الذوق. دابا ندخلها الثلاجة